صباح الخير والتفاؤل والأمل، أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفونه فيه. بمنتج لكم الفيديو ده حوالي الساعة 11 الصبح. تعالوا بقى كده نشوف العظمة دي عملناها ازاي. مقاديرها كلها سهلة وكله في حلة واحدة بمناسبة عيد الأضحى وأكلاته السريعة. مقاديرنا بقى زي ما انتوا شايفين: نص كيلو سجق، بصلاية كبيرة متقطعة، قرن فلفل، طماطمايه، صلصة طماطم، موزاريلا، ميكس جبن، نص كيلو مكرونة. جبت كده اول حاجة حلة حطيت فيها معلقة سمنة بلدي ومعلقة زيت، حاجة معلقة صغننة كده عشان كده السجق بتاعنا بينزل دهون بسيطة. هنزل بيها كده اول ما السمنة والزيت يسخنوا هنزل بالسجق، هبدأ اشوحه كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى السجق اهو نزل المادة الدهنية بتاعته. هنزل كده في فص توم واحد واديله تشويحة، وبعد كده انزل بالبصلاية وقرن الفلفل اشوحهم كده مع السجق. واول ما يبدأوا يتبلوا حاجة بسيطة هنزل بالطماطمايه واسيب بقى الخضار بتاعي كده زي ما انتوا شايفين يتشوح كله مع السجق. هديها رشة بسيطة كده ملح ورشة بسيطة فلفل، مش عايزة توابل كتيرة، ورشة 7 بهارات. وبحب اوي احط للسجق رشة كزبرة، وحطيت كده رشة شطة عشان الخضار بتاعي يبقى مبهر برضو، بس حاجات بسيطة عشان السجق كده كده فيه بهارات. هديلهم بقى تقليبة زي ما انتوا شايفين، كله بقى يتشوح مع بعضه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. غطيتهم كده كله، لما اتشوح نزلت عليهم بكيس صلصة متسبكة زي ما انتوا شايفين. بقى هسيب كل ده يتسبك بقى مع بعض والسجق بتاعي يدخل في السوا. هنا خلاص بقى في المرحلة دي هزود بقى المية بتاعتي وهظبط الملح بقى، وهسيب المية دي اغطيها واسيبها تغلي كده. واول ما تغلي هنزل عليها بنص كيلو مكرونة وهقلب بقى. ولو محتاجة هنا تبقى محتاجة مية هظبط قاعد المكرونة. من هنا ما سلقتش المكرونة هنا نية، كله هيستوي في بعضه. حسيتها ان هي عايزة صلصة حطيت لها كده مكعب صلصة، وظبطت المية والملح وغطيت عليها بقى وسبتها. اول ما غلت كده بقت تشرب هديت عليها خالص. هنا بقى بوريكم قد ايه المكرونه مستويه وجميله، ولازم يكون فيها كده صوص زي ما انتوا شايفين كده. جبت السرفيس كده او الصينيه، هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي فيه وهديها كده رشه جبن واقلبها في بعضها. وهنا بقى تبقى احلى مبكبكه بالسجق او طاجن مكرونه بالسجق، سموه على حسب ما تسموه بقى. هفردها كده وهبدا اوزع الميكس الجبن مع الموزاريلا على الوش. خلها فرن سخن على 180 في الرف الاوسط 10 دقايق مش اكتر تاخد لون، لان كل حاجة هنا مستوية معايا. وصلتوا بقى لحد هنا يا حبايب قلبي، حطوا لنا لايك وكومنت جميل كده منكم ودعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل. فعل الجرس بقى عشان يوصلك كل جديد، وقولي بقى ايه رأيك في المكرونة القمر دي. شايفين بقى جمال المكرونة دايبة كده في الصلصة مع السجق والخضار والجبن، بجد تحفة. جربوها واكلة ما بتاخدش وقت خالص، 10 دقايق. واشوفكم في فيديو جديد مع مطبخ سومة.